الام دي ابنها كان هيتجوز، فكان عاوز يعرفها بخطيبته، فعزمها عنده في البيت وعزم خطيبته كمان. اول ما وصلت تحت البيت كلمت ابنها وقالت له انا وصلت يا حبيبي، انت موجود فوق؟ قال لها لا مش موجود، انت ازاي سبتي شغلك؟ قالت له مفيش مشكله، انا خدت اجازه فتره هقعد معاك ومسكت الشركه لمديره مكتبي، ما تقلقش من حاجه، على العموم انا هطلع استناك تجيب خطيبتك وتيجي. قال لها حالا هكون عندك. طلعت لقت الدنيا متلخبطه، بدات تنظف في البيت. في اللحظه دي خطيبته جت، فتحت الباب لقت والدته. اول ما اتكلمت معاها قالت لها انت الشغاله الجديده؟ ما هو قال لي ان هيجيب لي شغاله لما نتجوز، خلصي شغلك يلا بسرعه قبل حماتي ما تيجي. فالام حاولت تتكلم معاها ما اديتهاش فرصه، وقالت لها انت عاوزه ترغي كتير، خلصي ادخلي اعملي لنا الاكل ده. وقالت لها الاصناف. فينا ردت عليها وقالت لها بس يا بنتي الاكل ده كتير جدا. قالت لها انت مالك، انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انا خطيبي غني وهيجيب لي كل اللي نفسي فيه، مالكيش دعوه، ادخلي جهزي الاكل. هنا دخلت الام تجهز الاكل من غير ما تعرفها انها حماتها، وبعد ما خلصت حطت لها الاكل على السفره. خطيبة ابنها مسكت التليفون وقعدت تكلم والدتها، فقالت لوالدتها انا عاوزاكي تزودي المهر اللي انت طلبتيه منه مليون يوان تاني، وما تقلقيش هخليه يشتري بيت لاخويا ويشتري عربية ليكي ولاخويا، وهنسحب منه الفلوس اول باول. وامه عندها شركة كبيرة، انا هتحايل عليه ان ادخل اشتغل معاه في الشركة واجيب كل قرايبنا لغاية لما نتملك من الشركة، وبعد ما ناخد منه كل حاجة هنطرده بره الشركة هو وامه. فالام سمعتها، وبعد ما خلصت بصت كده على السفرة قالت لها في اكل ناقص من اللي انا طلبته، هو فين؟ قالت لها يا بنت انا ما لقيتش غير الاكل ده في البيت فعملتهولك. قالت لها ما نزلتيش تشتري ليه؟ يلا امشي اطلعي بره، انا مش عاوزاكي تشتغلي هنا. في اللحظه دي الابن رجع، والدته جريت عليه حكت له كل اللي حصل، وقالت له الجوازه دي ما تنفعش. هنا خطيبته قامت وقالت له الست دي كدابه، هي بتعمل كده علشان انا طردتها من البيت، فحبت تنتقم مني وتألف عليا كلام. قال لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ دي مش شغاله، دي امي. هنا اتصدمت، قالت له امك؟ قال لها اه. فهنا امه قالت له يا ابني دي ما تنفعش ام ولادك، دي طمعانه فيك. هنا قال لوالدته عندك حق، كويس جدا ان حقيقتها ظهرت من قبل ما يحصل اي شيء. فهنا خطيبته قالت له والدتك بتوقع ما بيننا، دي بتكذب عشان تفرق ما بيننا، وانا وانت بنحب بعض من زمان. هنا حكم عقله. فقال لخطيبته انا امي لا يمكن تكذب، ده هي اللي مربياني، ولو هي بتكذب يبقى انا كمان كذاب، اخرجي بره البيت. وطردها وباظت الخطه. فعلا الطمع يقل ما جمع. وعاوزة أقول لك نصيحة، لما تيجي تختار تختار صح. صلوا على النبي في التعليقات.